السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة ماريا الجزائر. اليوم ان شاء الله راح نحضروا كيك بنين بزاف واقتصادي، فبقوا معنا. نبداو بسم الله على بركة الله. ناخذ 2 حبات من الجزر اللي كنت نقيتهم وغسلتهم، والحبه تاع البرتقال اذا كانت كبيره تستعمليها كامله، ولا 2 حبات صغار بشرط تكون هذيك الحبه ما تكونش القشره تاعها غليظه، ما تكونش فيها بزاف هذاك اللون الابيض. واذا كان اللب تاعها الابيض خشين بزاف قشروا هذاك السكر في جهه ونحي هذاك اللب الابيض، ومن بعد قشريها واستعمليها مباشره. وضعت كلش في الخلاط الكهربائي او الكاس اللي يستعملوا فيه الجو، ومن بعد ضفت معاه ملعقه تاع زبده. وهذه الزبده ممكن الاستغناء عليها، الزبده تكون طريه بحراره المطبخ. نضيفوا كاس تاع سكر، تقدري ديري كاس الا ربع اذا كنتي ماشي حابه الكيك تاعك يكون حلو بزاف. نضيف معها نصف كاس تاع زيت، واذا كنتي نقصتي الزيت الزبده هذيك الملعقه تاع الزبده تقدري تضيفي كاس الا ربع من الزيت عوض نصف كاس. نضيف معهم كاس تاع الماء، ما تقدروا تعوضوه بكاس حليب او كاس عصير برتقال، كل وحده على حسب الرغبه تاعها. نضيف ملعقه تاع فانيليا ونغلق على الكاس تاعي ونروح نحط الربو يترحالي كما راكم تشوفوا يترحى فاسيلمون، ونخلط مليح مده 5 إلى 10 دقائق حتى يترحوا لي كلش مليح، حتى يولي على هذا الشكل. نسكب الخليط تاعي كامل في صحن ونضيف فنجان تاع ماء الزهر او نصف فنجان تاع ماء الزهر باش نحي كامل هذاك اللي يقعد لي في الجوانب. كما راكم تلاحظوا واحد الرائحه صراحه يعني رائعه، راح تمد الريحه تاع البرتقال والماء الزهر. بنفس الكأس اللي كينا به في الأول نضيف كأس تاع سميد الناعم أو السميد الرطب، نزيد نصف كأس من السميد الرطب، ونضيف معاه نصف كأس تاع نواه كوكو. نكمل حتى يتعمر لي الكاس. نواه كوكو أو يقولوا له جوز الهند، لازم تستعملي جوز الهند اللي يكون مش خاشن، يكون رطب، هذاك اللي نستعملوه في الجاتو في العجين. نضيف كيس خميرة كيميائية مقدار 10 غرام. نضيف الكيس الثاني ولازم نجوزه في الصفايه بيان سور على جال الحبيبات باش ما يكونش فيه الحبيبات، ونخلط كلش مع بعض بالملعقه فقط. وهذا هو القوام تاع الكيف. كيفاش راكم تلاحظوا يجي شويه ثقيل، يعني ماهوش كيما لي غاتو لي كيك اللي مورفين نديروهم، يجي شويه ثقيل عليهم. ناخذ سنيوه اللي تدخل في الفرن، نكون حضرتها رشيتها دهنتها بالزبده او الزيت، تقدري تدهنيها بالزيت، ونزيد نرشها بالسميد الرطب او الدقيق الرطب، ونمشي كامل في الاطراف. وهنا السميد كما راكم تلاحظوا راه تشرب معنا بالخف السوائل، والخليط عقد معنا. راح نفرغوه في الصينيه في السنيوه اللي حضرناها، ونواسو مليح بالسباتول، نمشوه في كامل الجوانب ونسوو السطح تاعو بالملعقه. راح نغطس الملعقه في ماء الزهر او الماء العادي ونسوو السطح تاعو جيدا. الان نخلي الصينيه تاعي جانبا ونروح نحضر الكريمه. ناخذ كاسرونه نضيف فيها كاس حليب، ونضيف ملعقه من السكر، ونزيد معها ملعقه تاع فرينه، ونزيد قليل من الفانيليا ملعقه قهوه، ونخلط الكلش مع بعض بالفوي، ونروح نحطها على نار هاديه مع التحريك حتى تعقد معنا الكريمه. هنا الكريمه اختياريه، تقدري تستعملي اي معجون ولا تقدري تستعملي شوكولا. انا فضلت نزينها بالكريمه، ضفت لها الان بعد ما عقدت معايا زدت لها ملعقه نتاع زبده وخذوبتها مع الكريمه وهي سخونه. نزيد لها هنايا ملعقه كريم فريش، كيما تقدري تستغني عليها ما تضيفي لها والو كيما راهي. زيد لها ملعقه تاع ماء الزهر، هاد الملعقه راح تمد لها ريحه والبنه. ناخذ كيس حلواني، اي كيس عندك متوفر، انا استعملت هاد لابوش، درت فيها هذيك الكريمه ودرت بها خطوط فوق سطح الكيك تاعي. صراحه هاد الخطوط اللي راح نديرهم من الفوق راح يمدوا لها الكيكه تاعنا منظر شباب. الان راح نروح نحط الكيكه تاعي في الفرن اللي كنت سخنته على درجه 180. هكذا بعد ما حمرت لي سنيوه تاعي من تحت ودات اللون الذهبي من الفوق، راح نحيها من الفرن ونجبدوها
ونروحو نزينوها كيما حبينا. تشوفوا الشكل تاعها كيفاش خرج. انا من حبيتش نغطي هذا الشكل هذايا، رحت درت لها شويه عسيله ذوبتها في كسرونه عسيله، ولا تعبي تستعملي معجون اللي عندك ضيفي لها شويه من الفوق، راح تعطي لها لمعه. هي تجي مشربه ما تحتاج انك تشربيها. هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم اللي كانت بمكونات بسيطه وصحيه، تجي طريه خفيفه وما نستعملوش فيها كامل الشربات. تمام المذاق تاعها يجي من اروع ما يكون، خليط بين رائحه وبنه ماء الزهر والبرتقال. ما تخافيش ما تحسيش كامل باللي فيها الجزر. وهنا في الاخير ما بقى لي غير نبقيكم على خير، ان شاء الله تكونوا كامل تبعتوا الخطوات والنصائح بعد تجربوها وتعطوني رايكم في الوصفه. في امان الله، والسلام عليكم. الوصفه الجايه ان شاء الله.